النهارده بقى هنعمل حاجة حلوة سهلة وبسيطة، قد إيه مقاديرها اقتصادية وسهلة ومش مكلفة ومش هتاخد معاكِ وقت خالص، وكمان طعمها في حتة تانية خالص، أنتِ مش عارفة هي كيكة والّا بسبوسة، لكن بجد هي أحلى من الاتنين، إن شاء الله هتجربوها وأنا واثقة إنها هتعجبكم، يالّا اعملوا بقى لايك وشير قبل ما نبدأ للفيديو، ويالّا بينا كده نسمي الله ونشوف مقادير الوصفة بتاعتنا. بسم الله. أول حاجة كده معايا جبت الخلاط، جبت بيضتين، كوباية إلا ربع من السكر، ونص كوباية من الزيت، وكوباية من عصير البرتقان، ينفع طبعًا تبقى كوباية من الحليب براحتك خالص، شوية من الفانيليا، رشة من الملح، باكو من البيكنج باودر اللي هو بيبقى 16 جرام، معلقة كبيرة من الخل، وبنضرب الكلام ده كله في الخلاط كويس جدًا، جدًا، وينفع طبعًا تعمليها على إيديكِ أو في العجان أو بمضرب كهربا براحتك خالص. هننزل بقى بالكلام ده كله كده في بولة ونضيف كوباية من الدقيق المنخول ونقلب بالشكل ده. بنقلب في اتجاه واحد لأن هي برضه حاجة تعتبر بين الكيكة والبسبوسة كده لأن هي خليط من الاتنين. ادي بقى خليط البسبوسة ده كوباية من دقيق السميد اللي مش عليه أي إضافات خالص، هي كوباية من الدقيق وكوباية من السميد، ونقلب بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا لاحظتوا معايا ان القوام خفيف زي ما انتوا شايفين كده، مش قوام كيكة. هنعمل ايه؟ هنسيب الخليط ده حوالي 10 دقايق كده، وبعد كده نرجع نقلبه. بصوا بقى القوام بتاعه عامل ازاي. نزلت بيه بقى في صينية مقاس 30، دهناها بالزيت وبدأت صبيت فيها الخليط، وبدأت بقى أحط على الوش كده أي حاجة حباها وأي حاجة متوفرة عندك. أنا حطيت هنا شوية من الفواكه المجففة، قسمتها نصين كده بالنظر، نص هحط عليه فواكه مجففة بالشكل ده، والنص التاني هحط عليه شوكليت شيبس. شايفين أهو بالشكل ده. حابة تحطي كلها فواكه مجففة، كلها شوكليت شيبس، عندك قطع شوكولاتة حابة تحطيها، عندك فرماسيل، مش حابة تحطي حاجة خالص براحتك، يعني زي ما انت عايزة. ممكن تبقى سادة، لكن أنا حبيت أزينها وأدلعها كده لأن هي بسيطة زي ما انتوا شفتوا، ما خدتش معايا وقت، ومقاديرها مش مكلفة ولا حاجة. بعد ما باخلّصها بادخّلها بقى الفرن، يعني نعملها معاملة الكيكة على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني من تحت بس لحد ما تستوي وتاخد لون كده. مش بتاخد حوالي 30 دقيقة أو 35 دقيقة في الفرن. طلعت معايا بالشكل ده، هاسيبها تبرد خالص وبعد كده قطّعتها وطلّعت لكم منها قطعة. بُصّوا بقى الجمال، بجد أنتِ مش عارفاها هي كيكة والّا بسبوسة، زي ما قُلت لكم خليط بين الاتنين، بس الطعم في حتة تانية خالص. والّا بقى ريحة البرتقان، بجد قالبة الدنيا وريحتها جايبة آخر الشارع وطعمها في منتهى الجمال. عجبت ولادي جدًا، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وبألف هنا وشفا لكل اللي يجربها، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وبس كده.